مرحبا بالغزالة الفنات. اليوم جيتكم بواحد القصة. اش غنقول لكم؟ يا سلام، شي حاجة روعة ديال الروعة. استمتعت بزاف وانا كنقراها، واستمتعت بزاف وانا كنحضرها لكم، وصراحة قصة غير فعلا، وانا كنعاودها لكم ان شاء الله. غتشوفوا كم هي مميزة بزاف، احداثها غير على كاع القصص. بطلنا فيها. اش غنقول لكم يا لالا؟ كل ما تمنى كل زوينة. رجل يا لالا جمع قاع صفات فارس الأحلام اللي كنتمنى لكل زوينة كتسمعني باغا الحلال. ربي لقى بالإنسان اللي يستاهلها، خير الرجال وسيد الرجال اللي إن شاء الله يعيشها أجمل عيشة، ويعيشها إن شاء الله الحلال الزوين اللي يفرح قلبها. الله يفرح قلوبكم أجمعين. بطلنا يا لالا ربط روحه ونفسه ببراءته، لأن بطلة قصتنا اليوم سميتها براءة. فهو تعمق في تفاصيلها حتى ولا مهووس بها بطريقته، طبعا طريقته الخاصة اللي غير على المتعارف على الهوس. طبعا احنا ينفو كنسمعوا الهوس كنقولوا صافي التفرشيخ والهضره الخايبه والتملك وداكشي النيجاتيف. هادشي بعيد كل البعد على قصتنا. كيف قلت لكم، قصتنا غير. ايوا لالا، بطل قصتنا سميتو انس هو العاشق المهووس بالبطله ديالنا براءه. من يعقل على راسو هو كيبغيها. بالنسبة ليه هي شي حاجة اللي مقدسة بزاف، شي حاجة اللي نقية ومحتاجة أنه يحافظ عليها. دائما كان هو الحامي ليها في ما طيح في شي مشكل كتلقاه معاها، ديما يصدق عليها بخبارها ولا بلا خبارها. وشحال من مرة تضارب على ودها بلا ما تلقي الخبار، لدرجة أن كل شي ولا عارف أن أنس كيبغي براءة، كل شي محترمها وتحد ما كيتجرأ أنه يهز العين ولا أنه ينقص منها. طبعا كيف قلت لكم، هي موسيقى الأخبار حتى شي حاجة من هادشي، عايشة روتينها بين القراية والدار. بالنسبة لها أنس هو ولد الجيران بحال خوها، لا أقل ولا أكثر، حيت هما ولاد درب واحد، حتى الدار على الدار، يعني دارهم أنفاصل دارها. دونك بالنسبة لها هي شي واحد اللي عادي جدا. مهم بقات الأيام غادة وأنس حتى هو عايش روتينو بين قرايته وخدمته وحبه ليها، اللي هو كيعطيه حافز كبير وإرادة قوية أنه يتقاتل ويحسن من الوضعية ديالو ويصوفي راسو وعائلته، وكذلك يكون قاد أنه يخلي محبوبته حلال وتكون عروسته. مهم أنس في الأول كان غير كيبريكولي فاش ما عطيتيه يقضي في البني، في خدم سرباي كذلك. مهم إنسان اللي هو دمار ما كيتشردش. طبعا كذلك كيدفع للشركات، كيدفع لي سي في ديالو، هو انسان اللي ديجا ديبلومي وكل شيء، مي ما سهلش ليه ربي، مازال ما كتبش الله. المهم واحد النهار وهي تعيط ليه واحد لا سكرتير ديال شي شركه اللي كان صاحبه قال ليه راه غادي نشوف لك معاهم. دونك ما قدرتو فرحة نهار عيطات ليه وقالت ليه سي اوكي غنديرو لونتروتيان ان شاء الله وما يكون غير خير. دونك تفائل خير ووجد راسو، قاد السيفي ديالو، قاد الحالة، هبط عند الوالدة ديالو قال لها ادعي معايا راه انا عندي ان لونتروتيان. فرحات ليه، المهم تودعات معاه وباركت ليه. ايوا وتحرك البلاصة فين غادي يدوز لونتروتيان. دوز لونتروتيان ديالو بارتياح لان ايمانه بالله قوي. غادي بقاعدة وحدة في حياته انه اللي فيها الخير ربي كيسرها، واللي ما فيهاش الخير ربي كيعوضو حسن منها. مهم ورا ما سالا مشى عند السكرتيرة عمر واحد الوريقة، قالتلو بلي غدا غادي ترد عليه، غتصل بيه يعني وتقول ليه واش انه تقبل ولا لا. صافي حرك لها راسها بلي اوكي ماشي مشكل وزاد في حاله. وصلت الوقيته ديال الصلاة، مشى باش انه يصلي في الجامع. كي سالا وجا غادي في حاله وقفوا الامام تسالموا، سلم عليه انس باحترام، تحنا باس ليه يديه بما انه راجل كبير، وكذلك تعلم على يدو بزاف ديال الحوايج لانه هو انسان اللي حافظ السين حزب، وهاد الامام هو اللي حفظه. دونك الامام بعد السلام وكذا وشويه الهضره قال لي انت عندي لك واحد الاقتراح، بما ان رمضان قرب وانا كبرت في السن ما بقيتش قادة اني نقيم التراويح وهذا، وانت كبرتك على يدي، حفظتك القرآن ما شاء الله عليك، صوتك كيخلي الواحد يخشع، كيريح القلب والنفس. دونك علاش لا ما تكونش انت اللي تقيم الصلاة بالناس هاد رمضان يعني. طبعا انس بالنسبه لي هذه مسؤوليه كبيره ما فيهاش اللعب، وهو كيشوف راسو انه مازال ما قادش على هادشي، يعني غير مؤهل. الا انه قبل ما يعترض حبسوا الامام وقال ليه جرب عافاك ما لقاش ما احسن منك، فقال ليه اوكي، الا انه شرط عليه ان الا حس براسو ما قادش فما غاديش يكمل.
صافي اتفقوا تسالموا الله يعاون الله يعاون، رجع أنس لدويرتو. المهم دازت لاله السيمانة كلشي داز هو هداك ودخل رمضان، شهر الخير والتيسير والعبادة، كلشي صايم وأجواء الخير والمباركة، الجيران مع بعضياتهم كلشي كيبارك العواشر لكلشي، التهاني كلشي فرحان كلشي مرتاح، وبحال قاع الأجواء ديال العائلات المغربية كيوجدو الطبيلة ديال الفطور، كلشي كيتعاون على ديك الطبيلة وحنا أهل الجود والكرم من والو كنخرجو طبلة. ورا ودن المغرب الناس فرقوا صيامهم تميرة، اللي مشى للجامع يصلي من الرجال، العيالات كذلك ديجا كانوا مودين صلاو في دويرتهم. المهم كي كيسالي الفطور كيبانو الماعن والروينة ديال الفطور، كيتعاونوا العيالات بعضياتهم والبنيتات طبعا البنات كتكون عندهم تمارة في رمضان ما بين جميع الروينة وغسل الماعن وكلشي باش يكونوا واجدين لوقيته ديال التراوح. طبعا أنس ديجا خبر عائلتو أنه راه هو اللي غادي يقيم الصلاة بيهم هاد العام زعما في الجامع، مي براءة يعني ما كانت عارفة حتى شي حاجة، ما كانتش عارفة أنه هو الإمام ديال الجامع هاد العام يعني في هاد رمضان. صافي ناضت براءة عاونات ميمتها سالاو جابوها مع التراويح نيشان كيلبسو حويجاتهم حتى سمعوا الصوت ديال الأذان، ترفع في كل أنحاء المكان صوت زوين كيريح القلب والنفس اللي خلى براءة تحبس واحد شوية وحست بواحد الشعور في شكل، وقالت بإعجاب اللي واضح من طريقة كلامها لماماها ما شاء الله على صوت شحال زوين كيخلي النفس ترتاح. وافقاتها ماماها الرأي وقالت ليها تبارك الله هاد العام غنصليو وحنا مخشعين كتر. مهم وصلوا للمسجد تلاقاو مع جارتهم اللي هي مامة أنس، سلام سلام كدا، المهم دخلوا انهم صلاو وتقادوا الصفوف وبدات الصلاة. كان ما شاء الله واحد الخشوع غريب في الصلاة، صوت القارئ كان كيلامس الروح. براءة ما كانتش عارفة بلي هداك هو أنس، لكنها حست براحة غريبة وهي كتسمع تلاوته للقرآن. كانوا قاع الناس مخشعين معاه، حتى واحد ما قدر انه يصحى صلاته، كلشي مركز مع القرآن اللي كيلامس القلب. براءة حست بقلبها غادي ودقاتو كيتزادوا بشكل غريب، حتى وصل أنس في التلاوة ديالو لواحد الآية من سورة فصلت. هاد الآية كانت براءة كتقراها بزاف وقريبة لقلبها، اللي فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآية ديال سورة فصلت من 30 ل 32. اختف قلبها من هاد الآية. هاد الآية كانت الأقرب لقلبها، كل ما كانت كتقراها كانت كتحس بلي الله عز وجل كيخاطبها في هاد الآية. نزلوا دموعها وهي ساجدة وهي كتناجي الخالق سبحانه ودير لها تولد الخير مع باها، لأن هي كانت عندها مشكل مع باها أنه كيحاول دائما يفرض عليها شنو هو باغي بدل ما يسمع هي شنو باغا في مستقبلها، في حين أن أنس كان كيطلب الله أنه يجازيه من هذا العمل الصالح اللي كيدير ديال الصلاة بالناس، أنه يربطه بها بالحلال بالإنسان اللي كيبغي. ضل نفس الإحساس الصلاة كلها حتى كملوا سلموا وبداو الناس كيخرجوا من الجامع وعلى لسانهم أن الإمام جديد اللي صنفوا صوته مزمار من مزامير داود عليه السلام. توالت الأيام وتوالت الصلوات ويوم بعد يوم، وبراءة اللي تغير ما يجول في نفسها ولات كتمنى من الله حوايج غير على اللي كان في بالها، وكيف عادتها كتمشي هي الأولى للجامع كتسبق ماماها وتخرج قبل منهم تمشي للدار وتقرا القرآن باش تختمو ككل عام. الإمام الجديد اللي هو أنس ولاو الناس كيجيو من كل بلاصة باش أنهم يستمتعوا بالصلاة ويعيشوا نفس الإحساس اللي حسوا به الناس اللي عاودوا ليهم عليه. قوة من الناس ولات كتجي تصلي في المسجد اللي كيصلي فيه الشارع العام ولا كيتسد، ولاو البوليس كيحبسوا السيارات من تماك، ولا المسجد الصغير اللي خاص غير بسكان الحي هو المسجد الكبير والأساسي تماك. وهكا نهار على نهار تولت الأيام بالخدمة بنهار وصلاة العشاء والتراوح ليلا، إلى أن جاءت ليلة القدر. وليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا ما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة، ولهذا كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كيقول من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قال العلماء سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار، لقوله تعالى
فيها يفرق كل أمر حكيم. كل واحد فيهم كان عارف قيمة هاد الليلة، وكل واحد فيهم كان عارف باللي ممكن ربي يبدل حياته من هاد الليلة العظيمة. بداو الصلاة ركعة ورا ركعة، الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حتى قربوا يساليه وقرب الفجر إنه يطلع. هنا براءة في سجودها وهي مغمضة عينيها ومن قلبها قالت: يا ربي أنت أعلم بما في الصدور، يا ربي عافاك أنا العبد الضعيفة ديالك وقد أحببت عبدك الضعيف، اللهم اجمع بيني وبينه بحلالك يا رب. ورب سبحانه قال لنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هي قالت دعائها من قلبها، وأنس كذلك قال دعاءه من أعماق أعماق قلبه. جوج ديال الناس كيدعيو الله بنفس الأمنية بقلب نقي صافي، وكذا وكل واحد فيهم عنده يقين بلي الخالق عز وجل ما غيخيبوش. هو بغاها من صغره وأحبها في الله قبل أي حاجة، حافظ عليها وعمره شاف فيها شي شوفة ناقصة اللي ما ترضيش مولاه، بغاها ولا مهووس بيها. وبعد سنين من الدعاء في هذه الليلة المباركة نال جزاؤه بدون ما يعرف باللي صلاته بالناس ما كانت غير سبب من الأسباب باش أن براءة تولي تبغيه. شوفوا سبحان الله أقدر ربي شحال زوينة. مهم وصلت الوقيته ديال الفجر، وكيف العادة أنس قام صلى بالناس، وقاع اللي صلى وغادروا المسجد وهما كيدعيو ليه بالخير وكيترحموا على اللي رباه. ورا ما سالا أنس توجه لدارهم وهو كيحس بواحد الراحة غريبة في داخله. وقبل ما يدخل الدار تلفت جهة الدار ديال براءة، شاف بابهم وقال في نفسه وهو كيشوف جهة بابهم: قريب غتكوني حلالي بإذن الله. صافي رجعت لفت ودخل الدار، طلع لبيتو بدل حويجاتو وتقلب على جنبو اليمين ونعس. شويه بدا كيحلم، وسط الحلمة كان غادي وكيدور راسو في واحد الجمال واو، شي حاجة قليل في حق الكلمات انها توصفها. كانت بحال واحد الجريدة واسعة بزاف وزوينة. بقى غادي وكيستكشف في المكان وملامحه مبشورة، تابع بعينيه الفراشات والطيور اللي في السماء، بقى تابع صوت الماء حتى بانت ليه واحد الأنثى اللي لابسة لباس بيض وهي محجبة. ما كانش واضحة ليه في الأول حتى لقى عليها السلام وهو منزل عينيه احتراما ليها. مني ما جاش منها الرد قرر أنه يرجع منين جا وبعد. لكن مع الدورة اللي غيدور وهي تعيط ليه سمع صوتها، داك الصوت اللي كينادي باسمه ما غريبش عليه، داك الصوت اللي مستحيل أنه يخفى عليه. دور راسو جهتها بالزربة ولسانه تربط مني وضاحت قدامه هي براءة. سمعها كتقول ليه: وأخيرا وصلتي عندي، شحال وانا كنتسنى فيك. بقى كيشوف فيها هو ما فاهم والو، ورد عليها بتساؤل: فين حنا؟ قربات منه براءة وشدات في يدو، جراه معاها حتى وصلوا البلاصة اللي كينباع منها الماء. تحنات وجمعات ميها في يديها ووقفات مقدمة ليه يدها جهة فمه، قرباتها ليه وقالت ليه والابتسامة مزينة وجهها: شرب غير عجبك، ثق فيا. ما طولش شوفه فيها بزاف وتحنا باش انه يذوق داك الماء من يديها. هو كيشرب داك الماء جاه في شكل فيه واحد الحلاوه في شكل عمرو ما ذاقها، واحد الماء اللي ما يسخاش به الواحد. وفعلا هو كيشرب ما سخاش به، ما سخاش بهذيك الحلاوه اللي في فمه. وهي كتراقبه شدات الضحكه وبدات كتضحك وقالت لي: شتي قلت لك غادي يعجبك. شويه من ساله جمعات يديها وبدا كيتسمع واحد الصدى ديال واحد الصوت. قالت لي: سمعتي القرآن؟ طلق هو ودني ويسمع فعلا أنه القرآن وبصوته. قالت لي: هذا القرآن بصوتك انت. بقى أنس غير كيشوف فيها وهي تبعد بعدات وقالت ليه: غنتسناك لهيه. تلفت وقال لها: فين لهيه؟ قالت له: اللي جاي ما سهلش لا عليك لا عليا، فخليك قوي وزيد في صبرك، لأن مع الصبر كيكون الفرج. وافقها أنس وحرك لها راسها بالإيجاب وقال: ونعم بالله. شويه حيد خاتمه من يدو حطو في يدها وقال لها: باذن الله كل شيء غيكون مزيان.
بقات صورة براءة غدا وكتبعد عليه، غدا وكتبعد، هو كيحاول يعيط ليها ما تلفتاتش ليه، كيسمع غير صدى ديال الصوت ديالو، شويه ولاو بزاف ديال الاصوات، شويه كاع داك الزوين اللي كان داير بيه وكاع داك النور ولا ظلام ولا خيوبيه، وكتر الصداع وكتر الغوت، وحس ان داك الشيء كيضرب ليه في راسو، حتى بدا كيحرك راسو يمين وشمال بالجهد، كيحرك راسو بحال باغي يفيق، بحال باغي ينوض، حتى فاق على يد ماما وهي كتقول ليه بسم الله عليك ولدي مالك ما حلمتي شي حلمه خايبه. هنا انس ناض شاهق، كيزفر بالجهد وكيتنفس بالجهد وعرقان وحالته حاله، رجع راسو المخده وهو عرقان كيتنفس بالجهد، باقي تالف، باقي حاس بالطعم ديال داك الماء في فمو مازال كاين، مازال ما فهمش المعنى ديال الحلمه، انما قرر انه بمجرد ما غادي ينوض غادي يمشي عند الامام باش انه يعاونو لعل وعسى يكون عارف اشنو كيعني هادشي اللي شاف. مهم بقات معاه ماماه كتهدن فيه وصاتو انه يعود قبل ما ينعس يقرا المعوذتين باش ما يبقاش يحلم بشي حاجه خايبه. داز الوقت، سال انس من خدمته كيشتو راه تقبل في الخدمه ديالو، قولوا لي مبروك. ولا كيمشي يخدم خدمته، كيف سالا تمتم لان اصلا حس براسو شاطنو الموضوع، كيف سالا شد طاكسي قصد نيشان الدار ديال الامام، دق شويه ويتحل ليه المرا ديال الامام، كي شاف مرتو نزل عينيه احتراما ليها وقال لها واش كاين سي الامام، قالت له وي كاين في الدار دخل، ما بغاش انس انه يدخل احتراما ليها وليه، قال لها شوفي انا غادي نتسنى عند المسجد، عافاك قولي لي راه الموضوع ضروري. هي هاديك مشى انس وصل جهه الجامع كيتسنى في الامام كي سدات المراه الباب مشات عنده قالت ليه اش كاين اش كاين، وجد راسو بالخف مشى للجامع، كي وصل هو يبان ليه انس غادي جاي قدام الباب ديال الجامع، شافو تسالمو ياك لاباس ما ياك لاباس، مهم حل الامام الباب ديال الجامع، دخل انس، دخلوا وجلس الامام وجلس انس اون فاس ليه، عاود ليه كل شيء، عاود ليه الحلمه باللي فيها، هو يسولو الامام قال ليه واش البنت اللي شتي في الحلمه عرفتيها شفتي وجهها، قال لي عاود سولو قال لي عطيتيها شي حاجه ولا هي عطاتك شي حاجه، جاوبو انس وقال له شرباتني الماء كيف قلت ليك وانا بالمقابل عطيتها خاتمي. هنا الامام ابتسم وهو كيشوف في انس بينما كيسبح بالتسبيح اللي في يدو بشرو وقال لي هذه رؤيا، قال لي الا كنتي طالب شي حاجه من عند ربي فراه استجاب ليك وراها تقبلات منك، وديك البنت اللي راك شتي غادي تكون الزوجه ديالك في دار الحق. مهم داز الوقت سال رمضان وبراءة كانت عندها الوقيته ديال الوطني بحكم عندها الباك، وراكم عارفين الاجواء ديال الوطني، هل اللي خايف هل اللي طاير عليه النعاس هل اللي مرتاح نوعا ما اللي فيه السخفه، مهم دعوه مخلطه، مرحله اللي صعيبه مي كدوز حتى هي عندها حلاوتها. كيف دوزت لي زيكزام بسلام وامان جات الوقيته ديال النتيجه، طبعا انس كان من الاوائل، كان سابقها باش انه يعرف نتيجتها بحكم انه ديما كان كيمشي للمدرسه يسول عليها على حالها، مع المدير نوعا ما كيعرفه، عارف انه حتى هو كان كيقرا تماك وقراي تبارك الله، دونك كان كيتساعد معاه، عارف الحاله كيفاش دايره الحب وما يدير، فكان عطاه ديجا الرقم ديالها التسلسلي باش انه يقدر يعرف ويشوف الطابلوات واش نجحات ولا ما نجحاتش. ف بدا كيقلب وكيقلب وكيقلب ما لقى حتى تقطعات النفس فيه، كيف شاف الرقم ديالها فرح ليها بزاف، رجعت فيه الروح. وهنا كانت براءة جاية هي وماما جاية وشدها القفقافة الرعدة طالعة لها من الصبع الصغير، والو ما قادش انها تقرب وتقلب على نمرتها، الجهد ديالها ما كاينش. مهم الام هنا بان ليها انس كيتسالم مع شي دري تماك وهي تقول لها صافي صافي انت ارتاحي، ها انس غادي يشوف لك واش نجحتي ولا لا. وافقت براءة وهي حاسه براسها فاشله وعينيها مدمعين خايفه لا تكون ما نجحاتش. هنا تحركت الام وهزات يدها كتشير لانس باش انه يشوفهم يلمحهم انهم راه كاينين، كيف شافهم قرب ليهم دار ما فراسو والو، سلام السلام بخير هاني الامور كي دايره ماما كي راكم عارفين الصوب ديالنا. طلبت منه الام انه يشوف البنت اش دارت، هو سرعان طبعا موافق، كيشوف جيتها بنص عين فهمتوا ما كيطولش فيها الشوفه. مهم شاف جيت براءة بغى يقول لها زعما تعطيه الرقم ديالها حكا راه هو ما عندوش، مي كي بغى يهضر حس ان الصوت تحبس ليه، الهضره تحبسات ليه، حتى حنحن عاد قدر يهضر ولكن بنبره حنينه فهمتي ديالها غير هي. قال لها عطيني الرقم ديالك باش نقدر نشوف ليك، وهنا عطات الورقه وهي كتقف. مهم مشى ودار فيها كيقلب زعما،
شويه هو يرجع بشرهم. هنا الأم طبعا ما قداتها فرحة، بدات تزغرت، حتى الأب اللي كان التحق بيهم فرحان بنته يعنق ويبوس. كان واحد الأجواء جدا جميلة. رجع أنس اللور داير يديه في جيابو، مخليهم عايشين اللحظة وهو كيشوف فيهم شحال فرحانين وفرحان من قلبه لحبيبته اللي نجحات، وحمد الله وشكره حيت قربوا منها كيف كان باغي. صار الأب عند أنس وحط يدو على كتفو قال ليه مرحبا بك عندنا في الزردة، لأنه غادي يدير الزردة لبنته. ايوه هنا براءة دارت عند انس والابتسامة مزينة ملامحها وقالت له شكرا اخويا انس واسمح لي عذبتك معايا. ديك خويا نزلت عليه اش غنقول لكم كيسطال ديال الماء بارد. غير هي المهم حاول انه يسرد ديك خويا ماشي مشكل، حاول انه يحافظ على الابتسامة ديالو وجاوبها ما فيها باس، هذا واجب ما درت والو. تفكرت براءة شي حاجة وهي تدور عند باها كطلب فيها هكا بخجل نوعا ما، قالت لي شوف الوالد، قالت لي عافاك بابا، بغيت داك الامام اللي صلى بينا التراويح هو اللي يجي يقرا يعني في الزردة اللي غادي يدير، بحكم انهم غادي يديروها هكا بالقران وكذا. أه هنا انا هز فيها راسو ودوز يدو على لحيته، عارفه انها ما عارفاش بلي راه هو اللي كان كيقرا في الجامع، هو اللي كان كيصلي بيهم. فهاد اللحظه الاب طبطب ليه على ظهره وهو كيخاطب بنته، قال لها هو قدامك بنتي كيسمع فيك. براءة هنا دارت فيها الدنيا، حسات براسها كلشي الزمان وقف، تصدمات وتخلطوا فيها الالوان، حضرات عينيها صارت لسانها وقد قادره لا تنطق لا تهدر، قد قادره تقول حتى شي حاجه. هو كذلك كان صمت سيد الموقف، ما قدر حتى ما قدرش يهز فيها العين، ما قدر يقول والو، حتى دوات الام ديالها وهي توجه ليه السؤال، قالت لي واش غتجي. طريقه حنحن موافق انه اوف كورس غيجي، لا ما يجيش خصو يحضر. غادي يحضر معاهم وغادي غادي يكون معاهم يعني صافي وتفرق المجمع. مهم كي وصلت براءة لدارهم طلعت كتجري لبيتها، تدور من هنا وتنقز من هنا، ما قادها حتى شي بلاصه، كلمه وحده اللي كتردد يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، تالفه بها. ما ارتاحت في حتى شي وضعيه، ما ارتاحت وهي جالسه، ما ارتاحت وهي واقفه، مره تمشى مره تدور في بلاصتها، بقى الصدمه يعني لعبه عليها. حتى بنت لها الصلايه هزاتها قادت زيفها، كان ديجا مازال موديه، وهي تقيم صلا بخشوع تام والدموع في عينيها. سجدات وبدات كتهضر مع ربي بكل عفويه ودموعها نازلين. قالت له يا ربي انا بين يديك، ما عرفتش هادشي اللي كيتحرك فيا لداخل، يا ربي كنحس باحساس غريب ما عارفاش نفسرو ولا نتعامل معاه. سكتات وهي كتنخصص وعاودات كملات بضعف. انا بغيت امام المسجد من صوته، ولكن ما توقعتش انه يكون انس. ايوا بقات هكا في حالة من المناجاة مع مولاها حتى حست براسها انها ارتاحت. في الجهة الاخرى دخل انس للدار وداز ديريكت عند ماما الكوزينة، لقاها كتقرص في الخبز، قصدها وقال لها ديريكت الوليدة بغيتك في موضوع مهم. قالت له ياك لاباس انت تستناني غير نكمل التكراس وانا معاك، قال لها والو الموضوع مهم ما كيتسناش. هزات راسها فيه وقالت له الله يسمعنا خير. خرج انس لبيتو سبقها وهي عيطات لختو انها تكمل التكراس ديال الخبز بين ما جات. دخلت لبيتو سدات الباب، هو يقرب ليها وجلسها فوق السرير، هو حاس براسو حشمان تالفه ليلة دراما عارف ما يقول. شفت فيه الام مطولا هكا وهي مستغربه من حالو، هذا مالو غادي جاي قدامها، قالت لي واش جيتيني باش اني نبقى نشوفك غادي جاي عليا. حنحن حك راسو هكا متوتر وقال لها الموضوع وما فيه اني بغيت المهم بقى كيتمتم عليها تما كيقول كلمه ويسكت 10 دقائق، وهي تقول له يا هضر يا خلي يمشي في حال، هضر انت مالك اويلي اويلي على الدري تصرات لي لسانه تقول غنزوجوه. غير اللي قال ديك غنزوجوه حس براسو انها ريحاتو بزاف، انها عفات عليه عفاتو من المقدمات، وهو يقول لها راه داك الشينيت اللي انا باغي. الام تصدمات وشافت فيها شنو اللي انت باغي. قرب منها انس نزل عندها وحط جبهته على كفيتها وقال له هو كحشمان زعما بغيت نكمل دينا الوليده. الام هنا بدات شويه بشويه كتضحك، ما قادها فرحانه بوليدها اللي واخيرا بغى يكمل دينه وغتفرح بيه. وهي تقول ليه وشكون هاد المرضيه اللي بغى ولدي وزربان عليها. هز راسو وشاف فيها وقال بلا ما يحس سنين وانا صابر وكنتسنى فيها، تسنيت حتى شاب راسي، تسنيتها وحضيتها وصنتها وما خليتش يد تحط عليها من غير دباها وامها، صبرت بزاف. ايوا الام حطات يدها على راسو وقالت ليه
الله يرضي عليك وهي المباركة المسعودة بيك، ربيت وعرفت اش ربيت ولدي، الله يكمل عليك بالخير. انا غنمشي عند ماما ونهضر معاها. هنا انا استغرب منها شويه، قالها واش عرفتي شكون بعدا؟ الام هي تجاوبي وتقول لي براءه بنت لاله شريفه والسي عبد الرحيم. واش غتخفى عليا ولدي، راني عارفه اش كاين من شحال هادي. غير كنت دايره فيها في راسي والو، حيت عارفه تربيتي وعارفه كحر ولي ما ترضى لخواتاتك ما ترضى لبنات الناس. انا سباس يدها وقال لها لا لا يختك عليا يا الغاليه. بس ليه راسو الام ديالو قالت لي الله يرضي عليك ويعطيك على قد نيتك ولدي. قال لها امين ونوض الوالده قال لها قريني الغرض. سي زربان. ناضت الام كتضحك وقالت له غير تسنى انا. قلت له حياني عليك وغير تسنى بعدا حتى العشيه. قال لها والو نونو كحل عيونات دابا غتمشي لالا، دابا الدار غتكون عامره بالنساء برا نجحات، العشيه غادي تكون الدار عامره من بالنساء برا نجحات في الباك ما غتلقايش الوقت. صافي الام اقتنعات وخرجت وهي كتضحك على حالة ولدها. ايوا المهم مشات الام لبسات جلي بيتها وغاده. الفرحه ما خلات لها العقل، مشات تتقدات داكشي اللي قسم الله. وفي باب دار لاله براءه دقات، خرجت عندها لاله شريفه مشمره وباين باللي كيوجدوا لشي حفله لبنتهم. ريحه الطياب منين ومنين كتشم، وتخلي اللي ما يعجبو يتشهى. سلمت عليها يعني لاله شريفه ماما براءه، قالت لها مرحبا ومرحبا بلاله حسنيه، دخلي الدار دارك ما تبقايش عند الباب، مرحبا بك. طبعا انس فرحات بزاف لبراءه ونجاحها وقالت لها مبروك على بنتك، يعني مبروك النجاح. تحطاتاي من طرف ديال الطيابه اللي كتعاون شريفه لهاد الليله. بداو في تقرقيب الناب وجبدوا كاع الدواسه ديال الدرب اللي عارفه فين مشات نقنيقه حطاتها الاخرى. تفكروا ايامهم وتفكروا الوليدات فاش كانوا صغار وزبايلهم اللي جات على طرف اللسان يطلقوها ما يحسبوا لها حساب. بقاو قولها وضحك عليها، قولها وضحك عليها شويه وهي تقول لها، حطات يدها على فخدها وهي تقول لها لا شريفه سنين وحنا جيران دوزنا الحاره والحلوه مع بعضياتنا، حطيتي عليا الراس حطيت عليك الراس وقت شده لقينا غير بعضياتنا. تطبات شريفه على يد حسنيه وهي كتأيدها وكتقول لها فعلا ونعم الجوره اختي حسنيه. جاوبتها حسنيه وقالت لها الله يكبر بيك، واللي جابني اليوم اختي ماشي غير نبارك النجاح لبنتك، ما جابني حاجه اخرى. هنا شريفه ركزت معها اكثر وقالت لها الله يسمعنا اخبار الخير. ضحكات حسنيه قالت لها غير الخير. سكتات شويه وهي تكمل، جيت طالبه راغبه في يد بنتك لولدي انس الى قبلتو علينا. شريفه تانية ما قداتها فرحه يا لاله، فرحات وضحكات من القلب. قلت لها على غلق احسن من البنتيه حسنيه، راني كنت نصلي وندعي لبنتي براجل بحاله عارفاها مربي ومأصل وما يفوتش ليا بنتي، وشحال من مره عاودت لي على الوقفات اللي كيوقف معاها. مرحبا بكم اختي، نهار الكبير هذاك اللي تزورونا فيه. ايوا هذاك الرأي الام. البو ما عرفنا شنو غيدير العسكري. هادشي غادي نعرفوه ان شاء الله في الجزء الثاني من القصه. الا بغيتوا تكملوا القصه معايا ما تنسيو فين اشتركوا في القناه ومرحبا بكم. ما غاديش نطول عليكم ان شاء الله، قريب تلقاو الجزء الثاني محطوط.